السلام عليكم، شكرا شباب، شو اخباركم؟ معكم محسن عارف فيديو جديد. بهذا الفيديو راح نشوف شنو سويت اني باخر فترة وصارت اللعبة عندي ناعمة. اوكي، مو ناعمة 100% لان جهازي مو قوي اني، بس اوكي احسن. فهسه هذا عندنا البرنامج اللي انا شارح اخوانه ثلاثتهم، اللي هو هذا ويا بعد اثنين. اللي ما شايف الفيديو هذا راح احط لكم بطاقة هسه، وبنهاية الفيديو همين تقدر تروح تشوفهن وتختار البرنامج اللي يعجبك. انا هذا والمني، ف ثبتت عليه. وهسه راح اقول لكم شنو سويت وشنو الاعدادات اللي استعملها، وباعدادات خرافية هذا. فافضل برنامج هذا، وراح احط لكم الرابط مع تحميله من الاندرويد فقط، لان الايفون ما مسموح لهم يستعملون هذا الشيء. والشيء الثاني، اذا جهازك كلش ضعيف ما اتوقع راح يفيدك. ليش؟ لان اذا جهازك ضعيف، يعني الاجهزه الضعيفه اللي عندنا بالاندرويد معروفات، فما راح يفيدك لان جهازك هو اوريدي ضعيف. فجهازي انا كان بالسيزونات اللي بالبدايه كانت اللعبه خفيفه، جهاز ما كان يقطع، فهسه صار يقطع، ولذلك قاعد استعمل هذا. بالبثوث قالوا لي هذا شنو، هذا البرنامج هكرته. فبالبدايه خلينا نشرح القوائم مالتنا وشنو هن. ف نبدي بأول شيء. عندنا فوق اللي هو هذا الإصدار، عندك الجي بي اللي هي الجلوبال أو هيك شيء، يعني العالمية أو النسخة الأجنبية احنا نسميها. الجواه الفي ان فيتنامية، السي ان الكورية أتوقع، لا الكي ار الكورية، السي ان ما أعرفها، بس البتا السي ان الصينية. أوكي، البتا اللي هي النسخة التجريبية، واللايت اللي هي الضعيفة أو مال الأجهزة الضعيفة. ويمكن أسوي فيديو عليها لأجهزتهم ضعيفة يقدرون يلعبون بيها. عيبها الوحيد أنه ما تقدر تلعب ويا الناس اللي يلعبون بالفيتنامية أو الكورية أو العالمية. ثني ثلاثة يلعبون سوا، اللايت ما يلعبون سوا. أوكي، عندك الريزولوشن. كنت قبل أقول لكم الريزولوشن خطأ، تستعمل هذا الشيء. فانت اذا هسه مثلا انا جهازي مي ماكس 2 مثل ما كاتب لكم يعني بالتعليق بالوصف مال كل فيديوهاتي، اللي ما حد مطي وجه الوصف مالتي. فعندنا 6 خيارات. اوكي، ذني اول ثلاثة ال 1440 وال 1080 في 1720 اللي قاعد استعمل هاني، وال 960 باولي. اذا جهازك ضعيف، اوكي يعني متوسط مو ضعيف، وانت حطيت هذه شوية، شفت اكو نعومة بالموضوع، فتريد شوية انعم منها، بس راح تكون شوية الشاشة اصغر. اوكي، يعني الرسومات راح تكون اكبر مال اللاعبين، والخلفية الكتابة ذني راح يكون اصغر. اوكي، وصلت الفكرة؟ وهذا راح يكون بعد اكبر منهن، وراح تكون الشاشة شوية صغيرة. يعني اذا جهازك شاشته صغيرة فما راح تفيدك هاي الشغلة. انصحك تحط 1080 اذا شاشتك من 5 فما دون. اوكي، او 5 إلى 6، اوكي بيها مجال تحط هذه. واذا شاشتك صغيرة فحط هذه. اوكي، انا شاشتي 6.44 انج من اليمنى لليسرى. اوكي، من الزاوية الجوية يسرى للزاوية الفوق يمنى راح يكون قياسها 6.44 انج. فالشاشة هذه لائمة جهازي وقاعد احصل بها اداء خرافي. الباقي اظن اذا تستعمل حاسبة ويعني محاكي بين قوسين، راح تقدر تستعمل ذني. واتوقع هو بالمحاكي هم راح يكون اكو هيك شيء. الجرافيكس باولي، الجرافيكس ذني شارحنا اكثر من مره. عندك الاتش دي ار، راح تكون الرسومات تعرفونهن، ذني ما راح اشرحهن. العاديات السموث اتش دي ار هاي جديده. اوكي، يعني مثلا انت عندك شويه تقطيع او جهازك يشغل اتش دي ار بس ما تريد تصرف شحن، اوكي، او ما تريد الجهاز شويه يتعب وتريد تلعبه هواي، تقدر تحط سموث اتش دي ار راح يحط لك اياها. رسومات الاتش دي ار وسوالفها بالاتش دي ار، بس بشكل سلس شويه، يقلل من الرسومات او الانكسار مالتها، وراح يضيف لك نعومه اكثر. الاتش دي والبالانسد والسموث موجودات بالطبيعيه فما راح احكي عنهن. السموث اتش دي راح يحط لك رسومات الاتش دي بالسموث مثل الحاله ويا الاتش دي ار. اتمنى فهمتوا القصد. السموث اتش دي او السو سموث راح يحط لك السموث بشكل ابيض منه، فراح يعني اسوأ منه، فراح يعطيك نعومه زينه. الاف بي اس راح يفتح لك الاف بي اس او الفريم رايت. الاف بي اس شنو؟ معدل الصور بالثانيه. يعني انت من تفر وجهك تسحب الشاشه،
راح الصور اللي قدامك راح تتغير، اماكنها تتغير، اللاعب مالتك يتغير، السلاح، وهذني كلهن ذني صور. فانت هاي النعومة نسميها احنا نعومة مال اللعبة. فانت كل ما تصعد الفريمات راح تحصل نعومة اكثر، بالتالي شوية حرارة المعالج مالتك راح تزيد، والشحن مالته هم راح يصرف اكثر. اوكي، بعدها انا حاطه 60 فريم لان قلت لكم جهازي متوسط مو ضعيف ولا قوي حيل. الانتي الياسنج، الانتي الياسنج هذه الانكسار مال الصور، يعني الصورة مالتك تشوف بها حواف، فاذا تريد هذا شوية راح ياخذ من القوة مال الجهاز او المعالج، وراح يعطيك نعومة افضل. فانا حاطه ديسيبل لان ادور نعومة اكثر من ما ادور شكل. اوكي، ليش؟ لان ادور فوز، ادور قتل، ادور. اوكي، عندك الشادوز انت او اوريدي، يعني اذا تحطها سيلكت او سكيب، فمن راح تحط بالانسد اتش دي ار، سموث اتش دي، او سموث اتش دي، سموث اتش دي ار، اتش دي ار، بالانسد اتش دي، لان كلهن راح يفعل لك الشادو تلقائي. الستايل اللي هي الوان اللعبة، انا احب احطها كولورفول شوي، يكون اللون مال الارضية فرق عن اللون مال اللاعب، وبالتالي راح اشوفهم احسن بالنسبة لي بنظري هذا. فانتو شوفوا الشي مالتكم اللي يوالمكم. الرندر كواليتي اللي هي المسافة اللي تقدر تشوفها، الرندر يسموها رندر ديسنس باقي الالعاب، يعني ايش قد الاشياء تقدر تشوفها وبعد تختفي وراها. يعني مثلا انا حاطها لو، هاي حتى اذا جهازك قوي حطها لو، شنو الفايدة مالتها؟ حسوني من راح تبتعد عن اللاعب، بالطبيعي راح يكون 150 متر يختفي العشب. اوكي، هاي شغلة ما عليها اي باند، وهذا البرنامج كله ما عليه اي باند، واشياء كلها راح تفيدك. اوكي، كلها راح تفيدك باللعب. اوكي، الرندر اذا قللتها، انا حاطها لو، البيوت من تبتعد عنها فد 300 او 500 متر يلا تختفي بالطبيعي. فانت ما راح تحطها لو، راح تختفي 200 متر او 300 متر، راح تختفي البيوت، تقدر تشوف الاعداء بسهولة. والعشب يمكن 100 او 75 متر وراح يختفي، مو 75 ترى هو قليل، يعني تقريبا اقل منها، او يعني يجوز نفسها، بس انا احس بفرق ما ادري. فاتوقع راح يكون لها فرق. وسالفة الجبل، اذا تريد الجبل ما يبين لك حطها هاي، فانا حاطها ديسيبل لان ما اهتم. اللايت افكت او من تضرب طلقة الضوء مالتها شلون راح يكون، او اذن السوالف تعرفوها مال الضوء، وعرفتوا. اوكي، الضوء اللي يطلع من الفوهة مال السلاح شلون راح يكون شكله. فانا حاطه ديسيبل اصلا ما اريده، راح يطلع لي شيء بسيط او طبيعي، يعني ما راح ياثر عليه هذا البرنامج، راح احط له الديفولت. السي بي يو اوبتيميزيشن، اوكي، والله كلمه صعبه دائما افشل روحي بيها. هاي دائما حطوها ديسيبل، الا اذا كنت تريد تلعب ساعه، يعني جيمين 3، حطها انيبل راح يعطيك اداء خرافي، بس بالتالي جهازك راح يحمى، اذا كان يحمى ما بتبريد يعني، واذا ضعيف راح ياكل عسل. اوكي، راح تقطع عندك اللعبة. فانا ساكت تحطها ديسيبل، من ناحية توفر بطارية، ومن ناحية تلعب اكثر اذا كنت دائما تلعب هواي. وعندك السيف كنترول راح يحفظ لك الاعدادات شو اسمه اللي حاطها انت، السنسيفيتي، ذن الغراض ملاتك راح يحفظ لك اياها ملاتك، ما راح يعيد لك اياها من الصفر. اوكي، فدائما حطها enable. ليش؟ اذا حطيتها disable راح يحط لك اياها كانما اعدادات جديده، فانت دائما حطها enable حتى تكون تمام. فهسه انت ذن الاعدادات من سويتهن اوريدي حفظا بالبرنامج، فتختار من تجي تريد تدخل على اللعبه، تجي من هنا تحدد الاصدار مالتك اذا كان، او اللعبه مالتك النسخه. انا مثلا حاط الجي بي اللي هي العالميه اللي ما عندي غيرها، لان ذاك الباقيات ما منهن. فهسه راح افتح اللعبه، بس اغير البرنامج حتى تسمعون صوت اللعبه، وارجع لكم ما يطول عليكم اكثر. خلينا نطب على البرنامج، وبيع اعلانات هواي، فتقدر انت من لوكي باتشر تشيل الاعلانات، فانا ما مهتم له هسه. فنقول له تقول دوس اكسبت، راح يحدد اللعبه او الاصدار اللي انت بيه، ودوس ران جيم راح يشغل لك اللعبه. فخلينا نحول البرنامج الثاني حتى تسمعون صوت اللعبه،
وصوتي وارجع لكم. اوكي، فهسه رجعنا. خلي هذا اللي يركض يصفي لنا سالفته. فهسه شوية تشوفون اختلاف بالصوت شوية. اخر فترة قعدت اسوي اعدادات واضبط، وحتى الكنترول مالتي او الكوستوم كنترول، الدقم مالاتي اوكي او الازرار غيرتهن، وقاعد احسن من لعبي. فان شاء الله القادم راح يكون لعب خرافي. هو العيب الوحيد اللي ما بجهازي من افتح برنامج التسجيل اللي هو مال النظام، فقط مال النظام، الباقيات عادي، اللي هو الوحيد اللي اقدر اسجل بيه صوت الداخلي مال اللعبة. من افتح التسجيل شوي يثقل الجهاز، ما اعرف شنو الموضوع او ليش. فتشوفون هسه الاعدادات مالتي نفسها اللي حطيتها اني، فتح لي 60 فريم، فانا العب على 30 فريم مو مشكلة كيفي. يعجبني هذا الشيء. العيب مالتها او الشيء اللي تسويه انت راح يفرق عندك بالفريمات. يجوز راح تكون ناعمة اللعبة عندك بس راح تقطع، يعني يصير بيها دروب فريم. تلعب على 60 فريم فجأة صفنت اللعبة رجعت طبيعي 60 فريم. هذه اذا صادفت اي واحد منكم خليه ينزل الفريمات وان شاء الله تضبط عنده. وخلينا نشوف هسه ايش كم شغله اني قال جمعنا اياكم. فهسه ندخل تدريب اراويكم الاعدادات اللي حطيتها اني. طبعا نعومة بيها والرسومات زينة يعني اوكي. لو تلاحظون يعني ماكو فرق، ذاك الفرق يعني بين هذا وذاك. فالطبيعي راح هو يصرف شحن، وهذا ما راح يصرف عندك شحن، يعني فد شي بسيط، لان حسب جهازك اوكي. يعني جهازي ما يصرف شحن فزين، يعني ما يأثر علي. بس كوما يفرق بالبرنامج وبدون البرنامج اوكي. محم يلا تأخر التدريب مدري ليش. اوكي فتحت. تشوفون استعدادات مختلفة اوكي. ناخذ لنا سلاح، اعطوني سلاح بشرفكم. اخذت ام4 بقيت ام4. تشوفون السهم قامت تقطع. فاك البرنامج هذا مال النظام اللي قاعد استعمله، مدري لان اسجل برنامجيا قاعد يأثر علي، قاعد العب يأثر على اللعبة قاعد تقطع من وراه. فهسه شوف الاسكوب، اعطينا ام4 حسوني اوكي. النعومة مالتها زينة. النعومة كوما تفرق عندك اداء. لا ليش؟ لان انت كل ما تكون اللعبة ناعمة عندك راح العدو تصعب عليه. ليش؟ لان اذا انت محترف ما راح يأثر عليك غير بس النت. وبالنسبة للنت انا شوية زين نتي، ف بقالي بس النعومة مال اللعبة. بالنسبة لجماعة الايفون فما اتوقع اكو جي اف اكس لكم او برنامج معدل للاعدادات، فاسف على هذا الشيء، ما اقدر اعطيكم او اساعدكم باي شيء بالنسبة لجماعة الايفون. ما نطال عليكم اكثر. كان هذا كل الفيديو، اتمنى استمتعتوا بالفيديو واستفاديتوا منه، ونشروا لاصدقائكم اللي اجهزتهم بيض خليه يستفادون. وان شاء الله ماكو واحد يطلع من هذا الفيديو غير انه مستفاد. واذا اكو شي ما واضح تريد تفتهمه او صادفك اي خلل تقدر تحاكيني. بالنسبة اللي يحطون سو سموث، بدل ما تذكرتها هسه، اي تغيير حتى تتغير ذن الالوان اللي هنا، اي تغيير تحطه راح يرجعك. اللي يحط السو سموث راح يحط لك سلسة هو، بس راح يحط لك اضعف منها. فانت ما راح تحط على هذه وتبدل تدوس حسنا، راح يحط لك الاعدادات الطبيعية اللي هي السلسة اوكي. فاللي يقول خربت اللعبة عندي تقدر بكل سهولة ترجعهن. وبس كان هذا كل الفيديو. اللي ما فهم اي شيء خليه يكتب لي بالتعليقات وانا ارد عليه. وبس في امان الله.